اتمنى طبعا اليوفنتوس ما يخشش في حسبة بيرما دي، ولو ان يعني في الغالب هنخشها ان ما كناش هنخرج منها خالص، لان الموضوع حاليا لا يسر. امبارح في اللايف واحنا بنتكلم كنا بنقول طب احنا ايه اللي هيحصل في حال عدد تساوي النقاط بين مثلا لاتسيو وروما واليوفنتوس حاليا. وارد ان ده يحصل في نهاية الدوري. ايه الوضع ساعتها؟ وهل مواجهات مباشرة؟ هل مباراة فاصلة؟ هل ايه اللي هيحصل؟ فقلت للناس يعني خلوني اقعد اقرا شويه واشوف اخبار الدنيا ايه. كنت هتكلم بصراحه في اللايف بس قلت اعمل لها حلقه منفصله، لان هو كلام عن التصنيف المنفصل، حاجه اسمها الكلاسيفيكا افولزا او التصنيف المنفصل في حال تساوي اكثر من فريقين. يعني نتكلم سريعا، يعني انا شويه نقاط كده برضو للتوضيح. في حال تساوي فريقين في نفس عدد النقاط، في حال الصداره وفي حال النزول للسيريا بي، في الغالب بيكون في ماتش فاصل. يعني دلوقتي في فريقين هنتكلم في حاله انه وارد حدوثها دلوقتي مع الانتر ونابولي. اذا تساوى الانتر ونابولي في نفس عدد النقاط تلعب مباراة فاصلة واحدة في أرض محايدة، الفائز منها هو بيتوج بالسكوداتو. فدي في حالة الصدارة وفي حال فريقين، ودي الحالة الوارد حدوثها. ده في حال التساوي فرقتين للسكوداتو أو في يعني صراع النزول للسيريا بي. لكن في حال المراكز المؤهلة في الغالب بيبقى في رجوع الأول للمواجهات المباشرة. يعني فريقين تم التساوي في عدد النقاط بيكون في الأول للمواجهات المباشرة. دي الحمد لله رب العالمين، يعني لو هنتكلم عليها لليوفنتوس اعتقد هتكون في صالح اليوفنتوس، ولكن عندي خبر لكم وحش في الاخر بسبب نتيجه ماتش امبارح. يعني نرجع للقواعد ونطبقها على الوضع الحالي اللي موجود. في حال تساوي فريقين في النقاط بيكون في رجوع للمواجهات المباشره بين الفريقين. المواجهات المباشره فيها تساوي بيكون فيها رجوع لعدد الاهداف في المواجهات المباشره. لو في تساوي في فرق الاهداف في المواجهات المباشره بيكون في رجوع لفرق الاهداف في العموم. لو في تساوي برضو بيكون في عدد الاهداف المسجله عموما، ولو في تساوي بيكون في قرعه في النهايه. ده بالنسبه لو فريقين. طب بالنسبه لثلاث فرق 4 فرق ايه اللي ممكن يحصل لحسم هذه الإشكالية؟ في الاتحاد الإيطالي أو عامة في الرياضة الإيطالية بيتم الرجوع لهذا التصنيف المنفصل أو الكلاسيفيكا أفولزا. دي عبارة عن رجوع للمواجهات المباشرة، ولكن كأنها في دوري مصغر أو ميني ليج أو دوري مصغر بين الفرق المتساوية. هذا الدوري المصغر كأنهم بيرجعوا لنتائجهم مع بعض في جدول مصغر للترتيب. المعايير الحكم الأولى بتكون للنقاط. طبعا بنشوف عدد النقاط في هذا الدوري المصغر، لو تساوي بيكون في فرق أهداف في الدوري المصغر ما بينهم، لو يعني في تساوي أيضا بيكون في فرق أهداف بقى العام، لو في برضو تساوي بيكون عدد الأهداف عموما، لو في تساوي بنلجأ إلى قرعة. فإذا طبقنا الموضوع ده عندنا في حالتنا في الوقت الحالي، لو هنتكلم على اليوفنتوس ولاتسيو وروما، طبعا ده بعد الجولة 36 لسه عندنا ماتشين وإن شاء الله. طبعا أتمنى أن اليوفنتوس يحسم التأهل بدون اللجوء لا لمواجهات مباشرة ولا لتصنيف منفصل ولا أي حاجة. ولكن الخبر الوحش ان امبارح بالتعادل مع لاتسيو، كان فوز امبارح كان هيخلينا متصدرين التصنيف، لان اليوفنتوس لاعب روما 0-0 على ارضه و1-1 في روما، ولاعب لاتسيو يعني فاز على ارضه 1-0 وتعادل امبارح للاسف 1-1. لو حسبنا عدد النقاط هنا هيكون 6 نقاط بالتساوي مع روما اللي طبعا تعادل مع اليوفنتوس رايح وراجع دي نقطتين، وفاز على لاتسيو 2-0 وتعادل معاه 1-1. فروما برضو عنده 6 نقاط، ولكن للأسف ال2-0 اللي فاز فيها على لاتسيو خلت عنده فرق الأهداف في الدوري المصغر هو الأول. طبعا لاتسيو بعيد خالص في فكرة لو رجعنا للتصنيف المنفصل، لأن هو اتغلب من روما وتعادل واتغلب من اليوفنتوس وتعادل، فهو عنده فقط نقطتين. امبارح لو كان اليوفنتوس فاز كان زماننا يعني خدنا نقطتين إضافيتين، كنا زماننا بلس 8 أو 8، فكان التصنيف المنفصل هيكون في صالحنا في الوقت الراهن. ولكن للأسف 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 فارق الأهداف، يعني احنا تساوينا في عدد النقاط مع روما بالنسبة للتصنيف المنفصل اللي هو خلاص انتهى، لأن المواجهات المباشرة بين روما ولاتسيو ويوفنتوس إذا تساووا هم دول الفرق اللي تساووا في عدد النقاط، خلاص بقى
يعني تم. فعدد النقاط هم 6 و6 لليوفنتوس وروما، ولكن روما يتفوق بهدف واحد فارق هدف في المواجهات المباشرة، هدف زيادة على لاتسيو. بالتالي الخبر الوحش انها الافضلية حاليا لروما. يعني اذا لا قدر الله تم التساوي في عدد النقاط بين روما وبين لاتسيو وبين اليوفنتوس، في الغالب سيتأهل روما بالتصنيف المنفصل أو قاعدة التصنيف المنفصل. ولكن إذا تساوى روما ويوفنتوس فقط، أعتقد ساعتها يتأهل اليوفنتوس، لأن المواجهات المباشرة عندنا يعني هيكون فرق الأهداف في المواجهات المباشرة. إحنا جبنا يعني على ارضهم اكتر، ولكن الفرق الاهداف جايز هيبقى فرق الاهداف عموما. هنرجع لفارق الاهداف عموما، ثواني بس نراجع الحته دي. الوقت الحالي لو هنتكلم على فارق الاهداف عموما هو الحمد لله برضو في صالح اليوفنتوس. يعني فارق الاهداف عموما هو في صالح اليوفنتوس في الوقت الراهن. عندنا زائد 20 اليوفنتوس وعندنا روما زائد 18. ولكن احنا لسه بنتكلم بعد الجوله 35 او سوري بعد الجوله 36 لسه عندنا جولتين هنشوف ايه اللي هيحصل فيهم، وجايز ما نلجاش لهذا التصنيف. ولكن هذه القاعده انا بس حبيت الم الموضوع في عجاله، ان في الوقت الراهن بالنسبه لقاعده التصنيف المنفصل المفضل هو روما خلاص. ولكن هي قاعده عامه، انا مش بتكلم على روما ولاتسيو بس، يعني مواجهات مباشره مع روما هنرجع لفرق الاهداف العمومي اللي هو في الوقت الراهن في صالح اليوفنتوس. لو لا قدر الله رجعنا للتصنيف المنفصل هيكون في الوقت الراهن لصالح روما. ولكن احنا في انتظار الامور ايه، لان الله اعلم مين اللي هيتساوى في النقاط، وجايز الموضوع يحسم بدون تساوي نقاط. ولكن في عجاله وللتلخيص، في حاله تساوي عدد النقاط مع فريقين بس هنرجع للمواجهات المباشره. المواجهات المباشره مثلا زي روما تعادل هنرجع لفارق الاهداف، ويعني برضه فرق الاهداف هيكون تعادل، يبقى هنرجع لفرق الاهداف في العموم. في الغالب هيكون في صالح مثلا في حاله روما لصالح اليوفنتوس. ولكن قاعده بس النهارده الجديد فكره التصنيف المنفصل، لو 3 أو أكتر من 3 فرق، 3 أو أكتر تم حصولهم على نفس عدد النقاط، بنرجع للتصنيف المنفصل لمواجهتهم المباشرة في جدول صغير دوري مصغر، والأعلى في النقاط هو اللي بيتأهل ويفوز. في تساوي في النقاط يبقى فارق الأهداف في هذا الدوري المصغر، لو في تساوي بيبقى فارق الأهداف في العموم، ولو في تساوي بنرجع لعدد الأهداف، ولو بقى في تساوي بيبقى في قرعة في النهاية. فدي كده توضيح، واكيد هيكون لنا شرح اكتر او كلام اكتر، ولكن لسه احنا في انتظار. اتمنى طبعا اليوفنتوس ما يخشش في حسبة بيرما دي، ولو ان يعني في الغالب هنخشها ان ما كناش هنخرج منها خالص، لان الموضوع حاليا لا يسر بالنسبة لليوفنتوس بشكل قوي. ولكن للاسف خسارتنا امبارح نقطتين او التعادل امبارح مع لاتسيو خسرنا الافضليه في التصنيف المنفصل. يعني غير طبعا النقاط كانت هتفرق معانا في التصنيف العموم، ولكن كان يعني في نهايه الدوري لو كنا تساوينا مع لاتسيو ومع روما كنا يكون لنا الافضليه في المواجهات المباشره او التصنيف المنفصل العام. ولكن في الوقت الحالي الميني ليج او الكلاسيفيكا فولسا او التصنيف المنفصل المفضل ليه هيكون روما. فاتمنى ان احنا ما نوصلش لهذه المرحله وربنا يستر. اتمنى اكون وضحت الموضوع او الموضوع شرح وضح، واكيد هيكون لنا لقاءات تانية سواء في دردشه الجوله القادمه او في لايفات جايه. ولكن حبيت بس ارد على هذا التساؤل لما يعني قريت شويه، فيعني حبيت اشارككم المعلومه، ويا رب تكون معلومه مفيده للجميع. اللي اول مره يشوف القناه دي مش بس قناه عن اليوفنتوس او على الكوره، لا فيها كلام طبي وكلام عام، كل حاجه محطوطه في قوائم. ارجعوا للقوائم، ويا رب تكون قناه ممتعه ومفيده للجميع. ولو لقيتوها تستحق الاشتراك ما تنسوش تعملوا اشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. وطبعا ما تنسوش برضه يعني لايك بقى وشير والكلام الحلو ده لدعمكم، يعني بيفرق طبعا في القناه. قبل ما بمشي لازم اذكركم واذكر نفسي بالدعاء لأهلنا في فلسطين ولكل المستضعفين في كل مكان. ما بنقولش غير حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان. ربنا يدينا العمر والصحة، ونتقابل في اللايف الجاي او الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله.